السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تحلية باردة وسهلة ولذيذة واقتصادية، حاجة في منتهى الجمال يا بنات. ممكن هنقدمها طبعا بشكلين مختلفين. شايفين الجمال والطبقات؟ مفيش أسهل ولا اقتصادية، مفيش أكتر من كده. تعالوا يلا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي وندخل على الوصفة. عندي كوبايتين حليب، نص كوب دقيق، مش نشا يا بنات، كوب دقيق، نص كوب دقيق. هنقلبهم كويس جدا كده مع بعض. بعد كده هننزل بنص كوب سكر، هي نفس الكوبايه. هنوحدها تطلع ويانا المقادير كويس. وبعد كده هنبدأ نقلب بقى كده بالشكل دوت على النار. هنقلب كويس ايدينا على طول فيها لغايه ما تتقل، وهتبقى بالقوام اللي هنشوفه دلوقتي. اهم حاجه بس مع التقليب المستمر. بعد كده هننزل بمعلقتين كريمة، ولو ما فيش كريمة ممكن قشطة وش اللبن، وممكن اللي هي كريم شانتيه. عندي هنا 80 جرام أو مكعبين شوكولاتة بيضاء يا بنات، مهمين جدا في الوصفة. لو ما عندكيش برضو ممكن الاستغناء عنه، بس هو بصراحة بيعزز الطعم وبيدي بقى ايه، لون يعني أبيض وجميل كده زي ما انتوا شايفينه في القوام، وزي القوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى جوز هند في الطبق بتاعي في الصينية، وبعد كده هننزل بالتحلية بتاعتي وهسيبها لغاية ما تبرد. انا طبعا شلت جزء هنا هحطه في كاسات، يعني ممكن تعمليها في كاسات زي ما انت شايفة كده، وممكن تعمليها في صينية واحدة. طب تعالوا بقى نسيبها التحلية بتاعتنا تبرد ونعمل الكريمة. عندي نص كوباية كريم شانتيه، وكوباية مية متلجة، ومعلقتين سكر أو ثلاثة حسب الرغبة، وعندي فانيليا. هنضرب المقادير دي كلها كويس جدا جدا كده مع بعض لغاية ما تبقى تخينة بالشكل دوت، أو القوام يتقل ما ينزلش من المعلقة بالطريقة دي. طبعا التحلية بتاعتنا بردت خالص، هنبدأ نفردها عليها بالشكل دوت وهنسويها. اظن ما فيش اسهل من كده. اي نوع مكسرات بقى عندك، او ممكن شوكولاته مبشوره لو انت حابه يعني تحط عليها شوكولاته، بس المكسرات مناسبه جدا مع مع طعمها. وبرضه حتى اللي احنا عملناه في الكاسات يا بنات هنحط بس عليه ايه، نوتيلا. واي مكسرات برضه انا حطيت هنا كان عين جمل يعني. وسيبيها بقى في التلاجة تبرد بقى، وكلي احلى تحلية ممكن تدوقيها في حياتك بشكلين مختلفين وطعمين في منتهى الروعة والجمال. ممكن تعمليها في كاسات بس بلاش الصواني، يعني بجد روعة. ألف هنا والسلام عليكم ورحمة الله.